أنا عايز نستخدم الطيارة توبولوف 16 والصاروخ الجديد بتاعها في قصف المثلث ما بين إيلات بيرسبع حيفا. أهلا بكم، أنا حسام جلال ومرحبا بكم في إنحاز فكرة. اتكلمنا في سلسلة حلقات حرب أكتوبر على القناة عن المشكلة اللي كانت بتواجه المخطط العسكري المصري أثناء التخطيط لحرب أكتوبر، ألا وهي إزاي هنقوم بردع إسرائيل عن ضرب العمق المصري في حالة نشوب القتال، خصوصا أن إسرائيل كان ليها التفوق الجوي وكانت بتستغل ده أثناء حرب الاستنزاف في ضرب العمق المصري، المدن والمصانع والمدارس وهكذا. علشان نعمل الردع قمنا بحاجتين. أول حاجة هو الضغط على الاتحاد السوفيتي للحصول على صواريخ سكاد، وهي صواريخ باليستية أرض إذا أطلقناها من منصتها في مصر تستطيع الوصول إلى كافة المدن الإسرائيلية. دي الحاجة الأولى. الحاجة التانية اللي مصر عملتها لإرسال رسالة إلى إسرائيل مفادها إننا عندنا القدرة للضرب العمق الإسرائيلي بالطيران، هي عملية جوية شبه انتحارية قامت بها مصر في الضربة الجوية الأولى، وهي عبارة عن إن طيارة مصرية من طراز توبولوف 16 وهي طائرة قاذفة ثقيلة قامت بضرب ساحل تل أبيب بصاروخين. ليه بنقول إنها عملية شبه انتحارية؟ لأن الطائرة توبولوف 16 هي قاذفة ثقيلة بطيئة كبيرة الحجم، تحتاج إن يكون عندك سيطرة جوية على أرض المعركة للقيام بمهامها، بمعنى إن لازم يكون عندك قدرة على الشوشرة والإعاقة لرادارات العدو والدفاعات الجوية للعدو، وكمان يكون في طائرات مقاتلة زي الميج مثلا اللي عندنا في مصر تكون بتحرس الطائرة التوبولوف 16 أثناء قيامها بمهامها، وده اللي ما كانش موجود. على العموم الطائرة المصرية قامت بقصف تل أبيب بصاروخين من شمال بحيرة البردويل. صاروخ منهم طبقا للرواية الإسرائيلية ضل طريقه، وهنعرف إن بعد كده إن هو لا ضل طريقه ولا حاجة، والصاروخ الثاني تم تدميره من طائرة ميراج إسرائيلية قامت بتدمير الصاروخ قبل الوصول إلى ساحل تل أبيب. وعلى الرغم إن إسرائيل بتحكي القصة دي أو الرواية دي باعتبارها عملية فاشلة أو هي نجحت في إفشالها، لكنها هي عملية مصرية ناجحة، لأن الهدف منها لم يكن هو التدمير، ولكن الهدف منها كان الردع، ردع إسرائيل وإعلامهم وإرسال رسالة لهم مفادها إننا عندنا القدرة على القصف الجوي للأهداف الإسرائيلية في العمق الإسرائيلي. الواقعة دي اتكلمنا فيها في مقتطف بسيط في الجزء الثاني من حرب أكتوبر، ونزلناها على القناة في شورت أو ريل صغير مدته دقيقة بنتكلم فيها عن الواقعة باختصار. انهالت التعليقات الساخرة والمشككة في الواقعة من باب انت كفاية تطبيل يا عم، انت هتعمل لنا فيه أحمد موسى وأحمد سعيد بعث من جديد. أحمد سعيد اللي هو المذيع كان أيام النكسة اللي كان بيقول داخلين على تل أبيب وكده، واحنا اصلا ما عندناش طيارات توصل لاسرائيل. انت ما تعرفش المعلومه دي؟ طيب واحنا اصلا ما عندناش صواريخ مداها 100 ل 140 كيلو. وانت بتخلط اصلا ما بين واقعه قصف ام مرجم اللي قام بيها اللواء احمد الجواهرجي، اللي هي كان فيها مركز القياده والسيطره لاسرائيل بداخل سيناء، والاخوه العراقيين دخلوا قالوا الطياره التوبولوف اللي قصفت تل ابيب دي طائره عراقيه مش طائره مصريه، وليه بتبخسوا حق العراقيين، وموضوع خد منحى قومي غريب. حاجات كتير بتشكك في الواقعة، مفادها أو ما وراءها إن إحنا تقريبا يعني ينقصنا الثقة بالنفس. علشان كده حبينا نتكلم على الواقعة في فيديو مستقل، وبما إن الحق ما شهدت به الأعداء، تعالوا نشوف إسرائيل والرواية الإسرائيلية عن الواقعة بالتفصيل بأسماء الطيارين الإسرائيليين اللي واجهوا الطيارة أو الصواريخ المصرية وبكافة التفاصيل عن الواقع. لو دخلنا على الصفحة الرسمية لسلاح الجو الإسرائيلي Israel Air Force
هنلاقي بوست بتاريخ 2 نوفمبر 2020. البوست بيتكلم عن حقائق إسرائيلية، ده عنوانه headed for تل أبيب، متوجهة إلى تل أبيب. بيتكلموا في البوست بيقولوا إن يوم 6 أكتوبر 73 الرادار الإسرائيلي اكتشف هدف متوجه إلى تل أبيب من اتجاه بحيرة البردويل في شبه جزيرة سيناء المصرية. انطلقت طائرات ميراج إسرائيلية تابعة لسلاح الجو لاعتراض الطائرة المعادية. قاد الرائد طيار إيتان كارمي من السرب 101 إسرائيلي طيارة تحمل رقم 59 ميراج 3، وهي الطائرة اللي تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. وأثناء تحليقها في الجو اقترب كارمي من الهدف، لكنه أدرك أنه الطيارة المعادية دي مش طيارة، هي صاروخ كروز من طراز كيلت. أطلق من طيارة توبولوف مصرية تيو 16. الصاروخ يشبه أو تم بناؤه يشبه كأنه طيارة ميج 17. كارمي بيقول إن لما بص لفوق اكتشف نقطة متوهجة في السماء بالقرب من تل أبيب، وبدأ في زيادة ارتفاع الطيارة، وبعد ثواني حدد هويته وعرف إن هو صاروخ، وأطلق صاروخ باتجاه الصاروخ المصري وانفجر. وبيقول إن ده كان صاروخ من صاروخين أطلقوا باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي، سقط أحدهما في البحر على الأرجح بسبب عطل فني حسب الرواية الإسرائيلية، واللي هنعرف بعد كده شواهد مصرية إنها مش عطل فني، إن ده كان مقصود. بعد دقائق أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي في حوالي الساعة 2 الظهر إن القوات المصرية والسورية بدأت الهجوم بتاع حرب الغفران أو حرب أكتوبر من سيناء ومرتفعات الجولان. ده الرواية الإسرائيلية عن الواقعة، وموجود على الصفحة الرسمية لسلاح الجو الإسرائيلي تحت عنوان حقائق إسرائيلية. يعني إسرائيل بتتكلم عن الواقعة بالتفاصيل باسم الطيار اللي كان قائد السرب اللي هو إيتان كارمي، بكل التفاصيل عن الواقعة. إحنا كمصر مش بنتكلم عن الواقعة وبنلتزم الصمت عنها. ليه؟ الله أعلم. ولكن في شواهد مصرية كتير تؤكد صدق الرواية الإسرائيلية وإن الواقعة دي تمت، ولكن هدفها كان ردع إسرائيل عن تهديد أو ضرب العمق المصري، مش زي ما إسرائيل كانت فاكرة إن ده بغرض يعني ضرب تل أبيب أو قصف تل أبيب بدرجة التدمير. الشواهد المصرية على صدق الرواية الإسرائيلية هي هناخدها من الحوار الصحفي اللي اتعامل مع اللواء أحمد الجواهرجي من قبل المجموعة 73 مؤرخين. اللواء أحمد الجواهرجي الله يرحمه هو الطيار اللي كان قائد طيارة تبولوف 16 اللي قامت بقصف مركز القيادة والسيطرة الإسرائيلي في مرجم في سيناء. ففي اللقاء ده اللواء أحمد الجواهرجي بيقول إن أثناء لقائه بالرئيس أنور السادات واللواء حسني مبارك قبل الحرب، الرئيس السادات قال لهم في الاجتماع الآتي: قال لهم أنا عايز نستخدم الطيارة توبولوف 16 والصاروخ الجديد بتاعها في قصف المثلث ما بين إيلات بير سبع حيفا. قال لهم أنا عايز أقصف أي هدف إسرائيلي في هذا المثلث، وإن زي ما هم ضربوا العمق بتاعنا نضرب العمق بتاعهم. دي شاهدة تدل على إن، أو الدليل الأول، إن في نية لدى القيادة السياسية المصرية على ضرب العمق الإسرائيلي. الدليل الثاني إن اللواء أحمد الجواهرجي بيتكلم في الحوار الصحفي ده عن خصائص الصاروخ كيلت اللي تم بيه قصف تل أبيب طبقا للرواية الإسرائيلية، وبيقول إن الصاروخ دوا في حجم أو شكل الطيارة ميج 15، وده يتطابق مع الرواية الإسرائيلية اللي بتقول إن الصاروخ كيلت في شكل الطيارة ميج 17. هم اختلط عليهم الأمر لأن طبعا الطيارة الميج 17 والميج 15 قريبين من بعض في الشكل. فده دليل تاني يؤكد إن الرواية الإسرائيلية حقيقية.
الدليل الثالث إن الطيار إيتان كارمي الإسرائيلي بيقول إن الصاروخ الأول اللي تم إطلاقه من الطيارة المصرية ضل طريقه وسقط في البحر. لما نقرأ كلام اللي هو أحمد الجوهرجي عن خصائص الصاروخ كيلت، هنلاقيه بيقول إن الصاروخ بيحتوي على مادة النيتروجليسرين السائل، وإن المادة دي شديدة الانفجار، وممكن ينفجر الصاروخ بسبب الاهتزاز الشديد نتيجة عملية هبوط الطيارة أو درجة الحرارة المرتفعة فوق 40 درجة. وبيقول في الحوار ده إن كان بيتم التنبيه على الطيارين إنه ما يعملش عملية هبوط وهو مع الصاروخ، أي يتم التخلص من الصاروخ قبل الهبوط. فبالتالي الطيار المصري اللي كان بيقود الطيارة تبولوف 16 هو تقريبا تخلص من الصاروخ أو تعمد إلقائه أو إطلاقه في البحر علشان يلف ويرجع تاني بدون حمولته. ده الثلاث أدلة دول بيقولوا إن الرواية الإسرائيلية أقرب إلى الدقة وأقرب إلى الصح، وإن العملية دي بالفعل إحنا قمنا بيها بس بهدف الردع، وبنلتزم الصمت بيها. طبعا مش عارفين احنا بنلتزم الصمت ليه اتجاه العملية دي، ولكن العملية اللي قامت بيها الطيارة توبولوف 16 لقصف تل أبيب من الواضح من الرواية الإسرائيلية ومن الشواهد في الرواية المصرية إنها عملية تمت بالفعل في الضربة الجوية الأولى الافتتاحية لحرب 73. في ناس كانت بتشكك في الواقعة دي أو بتنكرها ولديها تساؤلات مشروعة، ولكنها ناتجة عن عدم وضوح لديهم في مشكلة الطيران المصري في حرب 73. فمثلا بيتساءلوا ازاي انت بتقول ان في طياره مصريه تقدر توصل لتل ابيب او لقصف العمق الاسرائيلي؟ احنا طول عمرنا عارفين ان مصر ما عندهاش، او مشكله رئيسيه لدينا في السلاح الجوي في 73 ان ما عندناش طيارات توصل للعمق الاسرائيلي. هنا بقى عدم وضوح المشكله، وهي هل احنا لدينا طيارات توصل للعمق الاسرائيلي؟ ولكنها من نوع توبولوف 16، وهي قذيفات ثقيله بطيئه تحتاج إلى طائرات مقاتلة من طراز مثلا ميج إنها تحميها حتى تصل إلى العمق الإسرائيلي، ويكون ليك بالأساس السيادة الجوية في المنطقة دي، وعندك أنظمة شوشرة وإعاقة لرادارات ودفاعات العدو. الحقيقة أنت عندك التبولوف 16 لكن ما عندكش المدى الخاص بالطيارات المقاتلة اللي هتحميها اللي هي الميج. الطائرات الميج مداها قصير ولا تصل إلى العمق الإسرائيلي، بالتالي وما عندكش سيادة الجوية، ما عندكش شوشرة وإعاقة لدفاعات العدو الجوية. فبالتالي التبولوف 16 رغم أن مداها كبير لكن ما تقدرش تحميها حتى تصل إلى العمق الإسرائيلي. فدي أساس المشكلة. لكن التوبولوف 16 كقذيفة ثقيلة لدى مصر من الستينات وتم تكهينها في عام 93، وحاليا القذيفات الثقيلة قليلة في دول العالم، تقريبا 3 أو 4 دول اللي بتمتلكها، لأن الطائرات الحديثة بقت مقاتلة وقاذفة في نفس الوقت. في ناس تاني بتقول لا، احنا ازاي انت بتقول في سنة 73 في صاروخ كان مداه 100 كيلو ولا 140 كيلو وكان بحوزة مصر؟ هو الحقيقة كان بحوزة مصر. صاروخ كيلت الروسي أو السوفيتي مداه 140 كيلو كان بحوزة مصر، واستخدمناه في قصف مرجم اللي هي مركز القيادة والسيطرة العملية اللي قام بيها اللي هو أحمد الجوهرجي، وتم القصف من قرب القاهرة. قصفنا مرجم، بل هو قام بالهبوط في مطار القاهرة الدولي. فالصاروخ ده كان بحوزتنا وكان موجود لدى مصر في السبعينات. في ناس بتقول ان لا، الحادثة دي او الواقعة دي مش حقيقية، دي هي اصلا طائرة عراقية اللي قامت بقصف تل ابيب. كلامهم نصف حقيقة، وهو ان في طيارة عراقية بالفعل قامت بقصف تل ابيب سنة 67 مش سنة 73. فبالتالي دي واقعة مختلفة، الطائرة العراقية مختلفة عن واقعة قصف تل أبيب بنفس الطائرة توبولوف 16، مختلفة عن واقعة قصف مرجم في سيناء بالطائرة توبولوف 16. دول 3 وقائع تم القصف بيهم، قصف إسرائيل بيهم أو أهداف إسرائيلية
بنفس الطائرة أو نفس نوع الطائرة التيو 16 أو التوبولوف 16. وفي النهاية أحب أقول إن حرب أكتوبر هي أعظم أيام تاريخنا، وإن تاريخنا العسكري تاريخ مشرف يستحق أن يروى، ولازم ما نخلطش في موقفنا من السلطة الحاكمة وما بين موقفنا من الجيش بلدنا، لأن في الأول وفي الآخر الجيش هو الدرع والسيف لنا جميعا. ودينا شايفين قارة كاملة زي أوروبا لما أهملت قوتها العسكرية واعتمدت على الآخرين بيتلعب بيها كرة شراب دلوقتي ما بين روسيا وأمريكا حلفتهم السابقة، وبيتم التحكم في أمور أو الحكم في أمور تخصهم بدون وجودهم. وعلى فكرة احنا ما قصفناش تل أبيب مرة واحدة، لا احنا قصفنا تل أبيب مرتين. وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن المرة الأولى لقصف تل أبيب اللي قامت به القوات الجوية المصرية. السلام عليكم.